حد يلحقنا يا عالم، المحصول بيروح مني، محصول الفول بيروح مني، محصول الفاصوليا بيروح مني، محصول البصل بيروح مني، مش عارف اعمل ايه. حرفيا المحصول بالشكل ده هيروح مني. عندي الورق الفول طلع 100 100، وبعد 10 15 يوم بدل يحصل تساقط في النباتات وزهور واصفرار وموت بعض النباتات. يا ترى ايه السبب؟ ده حال بعض المزارعين بيشتكي فعلا من الحاجات ديت. ايه الحاجه ديت؟ دي حاجه اسمها عفان جذور، هنتكلم عنها ان شاء الله. هديك رشه فطر ورشه مغذيات وحاجه تسميد ارضي، 3 حاجات هتعملهم بفضل الله بعون الله. انا مش بقول لك، مش بخترع كلام، انا جايب لك حاجات كلها تساعد على الحاجات دي وتمنع المرض وتمنع تكوين المرض. الحاجات دي لو طبقتها زي ما بقول لك ان شاء الله، لو عندك نسبه الاعفان بنسبه 70 80% 90%، ومحصولك رايح، طبق المعاملات ديت ان شاء الله هيرجع نباتك لاصله، وما يحصلش عندك تساقط للنباتات وموت للنباتات والكلام ده كله. هتلاقي حاجه محترمه جدا. نصلي على النبي ونرجع تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده موضوعنا مش مخصص لمحصول معين ومحصول معين، للفول، للكمون، للبرسيم، للقمح، للبصل، للفاصوليا، للبطاطس، لاي محصول، للفراوله، للاشجار. اي محصول بيجيلك عندك اعفان هنشتغل مع بعض، هنعرفه ايه هي اعراض الاعفان الجذور، ايه هي اصلا اعفان الجذور، ايه الوقايه اللي احنا نعملها، هنشتغل رش كيماوي ازاي، مبيدات وكلام من ده، عشان نوصل لنتيجه ممتازه جدا ونقضي على الاعفان خالص. تمام. نصلي على النبي. مبدئيا عليه الصلاه والسلام، مبدئيا اعفان الجذور اعراضها ايه؟ ذبول النبات واصفرار الاوراق، تمام، وموت النبات، دي من الاعراض. طبعا لون الجذر بيتحول للون بني، ليه ريحه عفنه، ليها ريحه كريهه كده، تمام. ظهور بقع بنيه الى حمراء على الساق، تمام، دي من الاعراض. سهوله خلع جذر النبات وطبعا الجذر ضعيف اصلا، فبيبقى سهل الخلع والنبات بيموت وبيحصل فقد كبير في النباتات، ممكن يعرض المحصول للموت، يعني الهلاك كله. طيب دي الاعراض، تمام. طب الوقايه من الاعراض، الوقايه من الاعفان والجذور والكلام ده كله، عشان احمي النبات عندي من العفان، اول حاجه لا تعطش ولا تشبع ميه، دي اكتر حاجه مسببه. الارض سيئه الصرف، لازم نعمل شبكه صرف جيده، لو عندي صرف وحش نعمل شبكه صرف جيده. الملوحه طبعا دي من الاساسيات لما يكون عندك عفان، تمام، بنعالج الملوحه، تمام. المفروض نعامل اي محصول بينزرع او اي مبيدات بمبيدات فطريه للحمايه من امراض الاعفان اللي هي امراض الاعفان الجذور، تمام. الري طبعا بيكون الحامي، التسميد المتوازن. يعني في ناس تقول لك انا هزود البنجر، هرمي البنجر 10 شكار كيماوي. كتر الكيماوي وكتر الازوت ده بيعمل معاك برضو عفان. ما نشغلش دماغنا بقى ونقول احنا نزود حاجه على حساب حاجه، ده انا ههتم بالبوتاسيوم، ههتم مش عارف ايه، زودت حاجه معينه. مثلا استخدام سماد بلدي غير متحلل، سماد بلدي خدته من لا مؤاخذه من الزريبه وجيت رايح رميه في الارض، ما هو رطب غير متحلل مش ناشف، في حشرات فيه وفي ده بيعمل لك عفان في التربه وعفان جذور والكلام ده كله، تمام. اعفان الجذور اللي هي بمسببات فطريه اللي هي بتنقسم لقسمين، يعني الريزوكتونيا وعفن الفيوزران، تمام. الاعفان دي نتغلب عليها ازاي؟ يا عم الكلام كتير ومجعلص كده وبتاع، انا عايز الحل يا هندسه، بالله عليك ما تتوهنيش وما تطولش عليا، انا عايز ارش، عايز حاجات رش، تمام. هنشتغل رش وحاجات مع اول ري هنشتغل عليه، تمام. ناخدها واحده واحده كده. يبقى انا هرش مبيدات فطريه وهرش مغذيات، تمام. هنرش رشه فطري رشه مغذي، ونكرر الرش بعد اسبوع او 10 ايام، من اسبوع ل 10 ايام نكرر الرش. مع اقرب ريه مع اول ريه هنستعمل حاجات معينه. اول حاجه الرش، في مبيدات كتير جدا في السوق وبتستخدم الحاجات دي. يعني انت عندك المعروف اللي هو اليونيفورم ده، مبيد اليونيفورم بتاع سايجنتا،
الماده الفعاله فيه ميفينوكسام والازوكسيتوبرين. ده بيستخدم طبعا في قضاء على امراض الشلل والذبول واعفان الجذور بمعدل قد ايه 650 سم على 300 لتر ميه للفدان، وتسميد لتر للفدان. تمام، ده اليونيفورم. عندك برضو مبيد دبل بتاع شركه شورى، ده الهيميكسازول فيه 16% والسيفونات ميثايل 40%. دي برضو من الحاجات اللي بيستخدم على مياه الري 500 جرام، ورش 200 جرام على 100 لتر ميه. 200 جرام على 100 لتر ميه. عندنا بقى اللي هو السيفونات ميثايل 70%، سكاب ديل شركه الهدى، حاجه محترمه جدا. برضو 200 جرام رش 200 جرام على 200 100 لتر ميه. وفي برضو اللي هو الفوستيل الومنيوم، فوستيل الومنيوم مدى الفعاله 250 جرام على 100 لتر ميه برضو رش. عندك الماده الفعاله الهيميكسازول، الهيميكسازول ده سنتي على اللتر. تمام، سنتي على اللتر، ده رش. طيب ما فهمناش برضو يعني نرش. صلى على النبي. الرش في امراض الاعفان، انا عندي النبات اهوت. تمام، النبات اهوت، ده الجدر، ده الساق اهوت، ودي الاوراق والكلام ده. الرش موجه تحت، يعني انا عندي هنا الورق والساق كده، وده الجدر اللي تحت. بوجه الرش بتاعي زي نظام حجن كده تحت الجدر، يعني التربه اهيت، وده ان الجدر بقى ظاهر من عندي بالشويه دول، بحجن زي نظام رش حجن كده من تحت الجدر كده. تمام، ده نظام الرش. بنرش حجم، بنرش مثلا مثلا دايما رشك في الصباح الباكر او ايه في المساء. تمام، ما نرشش في الحر. بنرش مثلا فوستيل الومنيوم 250 جرام، او ستوفنات ميثايل، او اليونيفورم، او الدبل، او مثلا سكاب ديل، او مثلا حاجه زي كده اللي هو الميكس 30 اللي هو الهيميكسازول بتاع شركه سباير. برضو ده للعفان سنتي للتر، حسب كميه الميه بتحطها بتحط سنتي للتر، ده رش او حجم. تمام، ده احنا متفقين ان احنا هنرش دي اول رشه فطري. يعني مثلا هنرش فوستيل الومنيوم، يبقى هنرش للفدان 250 جرام، او سكاب ديل 200 جرام على من للفدان، هنمشوها 200 جرام للفدان، او 650 سم يونيفورم، او مثلا سنتي على اللتر اللي هو الهيميكسازول اللي هو الميكس 30 ده. تمام، سنتي على اللتر، يبقى انا معايا دول. تمام، هيميكسازول، فوستيل الومنيوم، سيفونات ميثايل. عندي مبيدات ثانيه موجوده مثلا دبل بتاع شركه شورى اللي هو السيفونات ميثايل ومعاه الهيميكسازول. عندك اليونيفورم مافينوكسام وازوكسيتوبرين، ده برضو بتاع العفان بمعدل 650 سم للتر. تمام، عندك برضو مبيد اسمه الماده الفعاله فيه اكسدور 50% اللي هو الكربندازيم والنصرازيم، مبيدات يعني حنينه خالص واسعارها في السعر حنينه خالص. تمام، وبرضو بتجيب معانا العفان. تمام، كده انتهينا من رشه العفان. تسميد العفان، خلينا رشه ده بعد ما ارش رشه الفطر ديت هنيجي رشه مغذي كويسه جدا. هنستخدم فيها ايه؟ احنا كده رشينا فطري، بعدها ب3 ايام بالظبط هنرش رشه مغذي. مبدئيا هنضيف ايه مع رشه المغذي ده؟ حبوب الريف الاسبرين. تمام، هنستخدم 10 جرام، مش 10 اجراس. ده مثلا جرس وجرس 3 جراس، هنجيبه 10 جراس تقريبا من 10 ل 15 جرس للفدان على 200 لتر ميه. تمام، ده بيعمل ايه الريفو ده؟ ده بيعمل على تظبيط حيويه المسببات المرضيه، يعني بيوقف نشاط المرض. تمام، بينشط وزياده حيويه النباتات لمقاومه الامراض. بس هنجيب مع حبوب الريفو من اي صيدليه، هنجيب معاها كحول ايثيلي عشان ندوب حبوب الريفو في الكحول الايثيلي. الكحول الايثيلي ده بيساعد على بيخليها تدوب بسرعه بدل ما ندج ونفرم ومش عارف ايه وكلام من ده. يبقى كحول ايثيلي مع حبوب ريف. هنجيبه معاها ايه؟ ده هنضيفوه مع رشه المغذي. هنضيفه معاها ايه؟ حاجه زي ديت جروبلوم، في اندول بيوتريك اسيد 2.25%، في طحالب بحريه 15%، في بوتاسيوم 10%، في اليجنيك اسيد 2%. تمام، منشط جذر فائق الفاعليه. تمام، رافع اجهاد النبات ويحتوي على غني على عنصر البوتاسيوم بنسبه 10%. هنضيفه ده. تمام، هنضيفه كمان معاه، هنضيفه حاجه اسمها تيكتو اس. تيكتو اس ده عباره عن ايه؟ سيتوكينين واوكسينات وفيتامينات، محفز للنمو الخضري، تشجيع لتكوين البراعم الجانبيه، محفز لتنشيط الجذور. تمام، ده بيستخدم برضو بمعدل 100 جرام على الفدان، 100 جرام للفدان. تمام،
هحاول نستخدمه على 200 لتر ميه. هنستخدم معاهم ايه كمان؟ اللي هو اندوفال 50 جرام على للفدان برضه على 100 لتر ميه او 200 لتر ميه. ده بيحتوي على بندول بيوتريك اسيد برضه 30%، محفز قوي لنمو الجذور وتشجيع نمو الشعيرات. يبقى انا الرشه دي انا عندي النبات واقف، فانا بشجع بقوي النبات، بقويه بايه؟ بطحالب، باكسينات وفيتامينات وسيتوكونين وبيوتريك اندول بيوتريك اسيد، وده برضه فيها اندول بيوتريك اسيد، في بوتاسيوم مع الريفو مع الريفو. الرشه دي بفضل الله هتنجل معاك النبات، حتى بتضيف نمو خضري، تشجيع وتفريع وتنشيط الجذور وكل ده معاك، باللي بتحافظ على النبات الموجود. تمام. يبقى انا اشتغلت على دي. الرشه الثانيه مثلا بعد كده في اجرب ريه هنشتغل نص كيلو فوستيل الومنيوم مع 3 كيلو جنزاره كبريتات النحاس، ديت كبريتات نحاس 3 كيلو مع 3 كيلو كبريت ميكروني. يبقى مثلا فوستيل الومنيوم مع كبريت مع جنزار، او مثلا مفيش فوستيل الومنيوم، سلفونات مصايل 400 جرام مع 3 كيلو كبريت مع 3 كيلو جنزار. تمام. ده تسميد في اجرب ري. والري طبعا بيكون على الحامي، ما شبحش الارض مني، ري على السريع، كل ده شغال معايا. ده هيحمي عندي النبات من امراض الاعفان. زي ما قلت لكم انا مش بنعمل اعلان لاي منتج، انا بعرفك ده بيستخدم ليه، عندك في كذا وفي كذا وفي كذا. ممكن نشتغل اي حاجه عندك، منظم نمو فيه سيتوكين واكسينات وفيتامينات، مثلا منظم نمو فيه اندول بيوتريك اسيد، فيه اليجنيك اسيد، فيه بوتاسيوم، في ممكن تجيب مركب مثلا يحتوي على عناصر او صغرى وكبرى وتشتغل عليه عشان يصوت لك مع الجذور. انا وريتك اكتر مبيد للاعفان، الهيميكسازول، الماده الفعاله هيميكسازول، سيفونات ميثايل اللي هي فوستيل الومنيوم، عندك الازوكسيتوبرين، عندك اللهم صل على النبي، السيرم ده برضو شغال معاك برضو في الاعفان كويس. تمام. دول معظم اللي هي المبيدات بتستخدم في امراض الاعفان اللي هي الفيوزرام والريزوكتين. تمام. يا رب اكون وصلت لك المعلومه. لو انت فعلا محتاج حاجه من اللي انا عرضتها ديت على القناه، تمام، هتكلمنا على الرقم ده 012 800 976. طيب الحاجات ديت ممكن استخدمها ليه؟ طيب للنبات المحصول ايه؟ كمون، بصل، البصل، الفراوله، الفول، الفاصوليا، البطاطس، الذره، الفول، اللب الصوبر، اي زرعه بيجي لك اعفان جذور، لو اشتغلت بالشغل اللي قلت لك عليه دهوت هتاخد نتيجه محترمه جدا، ونتيجه فوق الخيال، حاجه عاليه جدا وحاجه محترمه. انا مش بجيب حاجه من عندي، انا بعرفك الحاجات ديت. مثلا السلفونات مصايل معروفه بتجيب الاعفان، الفوستيل الومنيوم، اليونيفورم، مش عارف دبل بتاع شركه شورى، وبالدبل 56% مع ما بين اقسام وسلفونات مصايل تقريبا. سلفونات ميثايل ومعاه هيميكسازول 40% و6%. هو مش عندي بالامانه، فبنتكلم عنه. مش شرط ان انا مثلا ده بيجيب الاعفان، عندك مبيد المنقذ تحسيك الصوره برضو بيجيب الاعفان، ففي مبيدات كتير جدا. المهم تشتغل على الحاجات دي، تشتغل رش مبيدات فطريه ورش مغذيات وتسميد ارض مبيدات فطريه، وبالاضافه لكبريتات النحاس او الجنزاره. تمام. يا رب اكون وصلت المعلومه واستفدت حاجه من الفيديو. لو استفدت حاجه يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت حلو ودعوه حلوه، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد ان شاء الله، ودايما عندها جديد. السلام عليكم، اشوفكم على خير.